كما ترون في الصورة مجموعة من المواطنين، ويبدو أنهم داخل أو بالقرب من سيارة الشرطة، وفي شخص معتقل. راكم بالك شفتوا الصورة اللي بانت لكم، يبان في حالة هلع خوف، ويبان شرطي ومجموعة من المواطنين هما سكان جانيت، والشرطي هذا شرطي في جانيت، وهذا اللي معتقلينه واللي قاعدين يصوروا فيه وفي ضجيج حوله هو هذا اللي ذبح السويسرية. لحد الآن ما خرجش هذا الخبر، غريب في الأمر. حكيت عليه في اللايف السابق، وكنت حكيت عليه في لايف سريع يوم الأحد، وحكيت عليه في اللايف السابق. حتى بعض الناس قالوا لي ممكن راك انت الوحيد اللي تكلمت عليه، بالك ماهيش صح، بالك راهي لعبة سيت اب. قلت لهم لا، أنا متأكد انت، أنا عارف مصادر متعددة، بعضهم أعرفهم من سنوات في المدينة، فلا يعقل أنهم يكونوا كلهم جمعوا باش يعطوني معلومة خاطئة. لكن لحد الآن ما خرج لا في الجرائد، لا عند العصابة، ولا أغرب من الأمر ما خرج عند السويسريين. هل طلبوا منهم قالوا لهم استناوا حتى نلقاوه؟ هل لا أدري. لكن سويسرية في الخمسينات من العمر، في المنتصف من الخمسينات من العمر، باش نذكر الناس اللي ما سمعونيش المرة الماضية، ذبحت يوم الجمعة في مدينة جانيت، وبالضبط في مقهى قهوة تسمى سكانير، وهذا قهوة مشهور في جانيت. جانيت مدينة صغيرة فيها حوالي 15,000 ساكن، واحات تقع على الحدود الليبية النيجيرية الجزائرية، وتبعد عن العاصمة ب 2300 كيلومتر، وهي واحات جميلة يعني صراحة، ولكنها طبعا تقع في مكان حساس جدا، لأنها تقع على الحدود على 3 دول، النيجر وليبيا والجزائر اللي هي تابعة لها. فذبحت هذه المرأة من الوريد إلى الوريد. جاء واحد بسكين متخصص، وصل عندها ذبحها، وكان أمامها طفلين ومعها امرأة أخرى، لا ندري مدى القرابة بيناتهم. وقع هلع